انتوا البيت ده بيت ورث ليكم؟ شراكه بيني وبينه. انتوا الاثنين؟ مناصفه. انتوا الاخين الوحيدين؟ مناصفه بين ايمن وصلاح. طبعا من يوم ما بعت العربيه اللي القيمه الايجاريه بتيجي بتقسم على 2، انا واخد شقه اصلا فوق، فكل الموضوع ماشي يا دوبك على القد. فمعنى بالقد يعني معناها ان حقه بياخده وهو ملوش حاجه عند حقه. فبقول له يا بابا الايجار ناقص، بنتي لسه ما جابتش الايجار، جوزها ما بعتلهاش فلوس، انه بيبعت لها من بره انستري تقريبا او كده، بيبعت لها حواله بلديه، المهم الفلوس بتاخدها. تمام، خد يا بابا الايجار اهو باخده. اقول له تعالى يا ابني فلوسك جاهزه. يوم 10 جه الفلوس مش جاهزه، دينك دين امك دين ابوك. معلش انا اسف اللي انا قلته، اسف، انا بتكلم عن اللي حصل، ما اقصدش سب ماشي تمام يعني ولكن تلفظ بالفاظ واحده بامي وابويا للاسف. وبنتك كمان، يعني مش سب ان انا بس وبنتي. قلت له يا ابني الاحترام حلو وانت كده مش مؤدب، وخسرت حتى لقمه العيش اللي كنا سوا والاخوه. كل الكلام ده كان في الشارع؟ في التليفون سعادتك. في التليفون؟ ايوه. يعني هو كان في مكالمه تليفونيه؟ ما هو كل اللي سعادتك هيجي ازاي ياخد الفلوس؟ ده انا بستناه بثبت حتى ما رضاش يطلع حبيبي، لا يعني ده كان الاسلوب المتبع، بنزل له الثبت بياخد الفلوس ويمشي. العلاقه بينكم اصلا مش عمليه منتهيه طيبه، بس كل واحد فيكم في حاله. كل واحد في حاله. له عندي غير ايه؟ زود صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لان الموضوع مش موضوع صله رحم زي ما انت واخد بالك. لا مفيش الكلام ده. ليه؟ انشغال الشغل وكده، مش المقصود قطع رحم. موضوع انشغال الشغل. المهم اللي حصل ان البيه بعد ما سب الدين بالالفاظ الجميله اللي قالها دي، قال لي انا جاي لك شرف اكل، مش جاي لك ناوي بقى. ناوي حضرتك. العلاقه بينكم اصلا مش عمليه منتهيه طيبه، بس كل واحد فيكم في حاله. كل واحد في حاله. له عندي غير ايه؟ زود صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لان الموضوع مش موضوع صله رحم زي ما انت واخد بالك. لا مفيش الكلام ده. ليه؟ انشغال الشغل وكده، مش المقصود قطع رحم. موضوع انشغال الشغل. المهم اللي حصل ان البيه بعد ما سب الدين بالالفاظ الجميله اللي قالها دي، قال لي انا جاي لك شرف اكل، مش جاي لك. ناوي بقى. ناوي حضرتك. بقول لك انا واقف، انا من الخوف طبعا على عيالي رحت قافل باب الشارع ورايا على اساس محدش من عيالي يطلع. وقفت فين؟ ساند على الحيطه بتاعت بيتي. في عربيه قدام مني صغيره كده، لولا العربيه دي كان جابها من الشارع هناك كان داسني كده. يعني هو جاب عربيه يجري العربيه بتاعتي اللي هو راكبها وشايفك في الشارع فداخل فيك بيها. داخل فيا بيها، ولذلك خبطها في الحيطه. يعني عمل بعربيته خبط في الحيطه. انا رحت جاي على جنب كده بحيث ان انا لشيت بعد شر الخبطه، فبلف اليمه الثانيه يعني بتعمل لي كده، لقيته نازل ببلطه. فبمسك رقبته على اساس ان انا احوش البلطه دي من ايده، راح حاطط صباعه، حاطط لا مؤاخذه فتح بقه، راح حاطط صباعه، حاطط يعني عضني، محط العضه دي وثبت عليه. جاب بقى ساب عليها قطعت خلص. صباعي مفيش. لو حتى صباعك ده ايه الا بعد ما تفهم من بقه. تخيل بقى، لولا ان انا ايه، لولا ان هو يعني بدا الصباع ده ايديا دي تشيل تبعد عنه، الايد الثانيه ماسك البلطه، كل ما تطني يخبطني بيها، مره في دماغي مره في عينيا، خبطها 4 غرز في دماغي، وادي 3 غرز ممكن في عينيا، وادي التاني عند حضرتك. وحط ايده في عينيا تقريبا، دي كانت حمرا زي الدم، بقى لها يومين اهو ما شاء الله الزرقان بدا يخف شويه اهو. يعني ناوي على قتل، مش ناوي على خناقه حتى. انا بعد ما بنخانق واحد في الشارع مش بنخانق بالطريقه دي. انا الحقيقه مش مصدق يعني ايه اخ ياكل لحم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وعموما حقها. الايجار كان كام اصلا؟ 1000 جنيه يا استاذ. الايجار لو هو حتى 100 جنيه الناس تعذر بعضها ولا ما بتعذرش بعضها؟ لا طبعا تعذر بعضها. ده جالي الشهر اللي قبله بيقول لي الايجار على فكره هيزيد 100000 جنيه، بنتك ساكنه ب 800 تبقى ب 2000 جنيه. ليه وليه؟ بقول له ارحم الناس عشان الناس ترحمنا. ارحم، سيبك منها بنتي، ارحم الناس. يقول لي انت معايا ولا معاهم؟ يا ابني انا مع الحق يا ابني، عيب ان الواحد بيزود 10%، مش عارف يزود 100% من 800 مثلا ل 1000 او 2000. خليك معقول. قال لي ما هو انت ما بتسالش، شوف جارك جنبك بكام وجارك ده بكام، وكانه قاعد في بيتي، قاعد في الشارع معايا. والله العظيم ما اعرف حاجه عن جيراني، والله دي في حالي، انا مالي انا ومال غيري. انما انا راضي ان حاسس الناس بتدعينا، مش يدعوا علينا، ياخدوا فلوس يدعوا علينا. اكيد لا طبعا. اقسم بالله العظيم راحت بنتي طالعه معايا شايفاني بزعق انا وعمها، يا عم انت نفسك في ايه؟ يرضيك 1800؟ قال لها خلاص 1800 يا اسماء. ده دليل قطع على ايه؟ البنت خايفه على ابوها بالاسلوب الطيب، قال لها خلاص بقى 1800، من 800 جنيه بقت 1800.
يعني هو كل الموضوع كان ده الشهر اللي قبله. ده الشهر ده. الشهر ده بقى المفروض ياخد القيمه الايجاريه المتفق عليها اللي احنا قلنا عليها دي. حصل الموضوع اللي بحكي لك عليه ده. ليه جوزها لسه ما بعتلهاش حوالي طب المبلغ اللي بعت لها عن طريق عن طريق ايه اللي بتقولوا انتوا فودافون تقريبا. بيبعت يعني حوالات من بره. بتدفع الايجار ولقمه العيش ودروس العيال وتمام. الشهر الجاي كذلك كل شهر بنفس الطريقه. الراجل شغال بالشهر هناك مش شغال دكتور ولا مهندس ولا شغال معاه راس مال قد كده بيحول منه. انت فهمت قصدي يا ابني؟ فاسلوبه مش طيب مش اسلوب معامله طيبه او اخ او جيره او مالك وكل مالك يعمل في صاحب البيت كده او السجن كده. وانا مالك زيه ما بنعملش ليه كده. فمش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وحق هاخده من القانون ان شاء الله. قول لي بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ لما دخلنا الاسم هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وحق هاخده من القانون ان شاء الله. لما دخلنا الاسم بعد ما يعني بعد ما انت قلت لي صباعي وبتاع وطبعا جري بالعربيه حصل دم وضرب. مش واخد بالك انا قلت لهم احجزوه ما تخلوش يجري. هو كان معاه سلاح صح؟ ايوه معاه سلاح آلة حادة موجود عند حضرتك في التصوير. انا شفت حطه في العربيه كمان. يعني معاه آلة حادة. اللي هي البلطه دي خدها حطها في العربيه وخد بعضه وجري بالعربيه. والناس سيبوا انا عيالي حجزوني بقى هنا حجزوني ما تطلعش لا حرام عليك وقعدوا يصوتوا وهو خد عربيته وجري. جري بقى يرجع لمين؟ يلجأ للاسم هناك. مش واخد بالك يا حبيبي يلجأ لمين؟ للاسم. فاللي حصل في الاسم فضل راكنينه لحد ما عشان يعمل له محضر. دخلت انا بقى بالنصيبه اللي انا كنت طالب النجده. نزلت اول ما المأمور شافه كده قال له انت كده ربنا يسترها معاك ولا 3-4 سنين. انتوا البيت ده بيت ورث ليكم؟ شراكه بيني وبينه. انتوا الاثنين؟ مناصفه. انتوا الاخين الوحيدين؟ مناصفه بين ايمن وصلاح. بقالكم قد ايه بقى؟ في المناصفه ده بقالنا اكثر من 4-5-6 سنين ايجاره بياخده في ميعاده والدنيا ماشيه زي الفل. مفيش اي حاجه. طب هل كان في مثلا حد اتدخل الفتره اللي فاتت انه مثلا يا استاذي بيع البيت او في ناس جت تقيم البيت هو قيمه بالمبلغ اللي هو قيمه وانا قلت له موافق. وبناء عليه بعت العربيه بتاعتي عشان اخد نصيبه والشيل ده من ده بتاع ده عنده بدل ما يجي احب ساكن يعني غريب يدخل على عيالي. حضرتك على المعاش صح؟ انا على المعاش. قلت لا ابيع العربيه مش بنقص العربيه في سبيل ان بيتي يتقفل عليا بعيالي. وجدت ان هو زي كانها غيره حقد ما تعرفش. يكفينا الشر يا رب. مش عارف اقول لك ايه والله ولكن يعني انت في موقف لا تحسد عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. هيجي لك بالقانون. حسبي الله ونعم بجد مش عارف اقول لك ايه يعني. حسبي الله تزعل انا هقول بس حسبي الله الجزء